دكتور بعد استاذ محمد تجاوزت حدود الادب لما وصفت اشرف ناس في البلد اللي دعوا الى المظاهرات بانهم عملاء. حضرتك تجاوزت الادب. لا ومع ذلك لا معلش، ومع ذلك لم اقاطعك. اعترف العالم كله. ده عندك انت، دي وجهه نظرك انت. لا ده العالم اللي انا بقول لك تقرير صادر من الكونجرس سنه 2006 واضح جدا بيقول مبارك يخدم امريكا باكثر من اي رجل اخر. ربنا ما قالش ولا تقربوا الصلاه. انت عمال تقول عند العالم كله، فمش عارف عند العالم كله ده فين. ده عندك انت، ده في خيالك. لا ده في خيالك انت. ما تسمع العالم. طب انت ممكن ما تقاطعنيش يعني، ممكن لما اجي اتكلم ما تقاطعنيش وانا مش بقاطعك يعني. اتكلم براحتك. ما تغلطش الشخص، انسان مش موجود هرد على غيبته. انا هرد غيبته. لا وانا كمان برد غيبه الثوار اللي انت بتتهمهم بان هم متآمرين، وفي اعتراف منهم كمان، وفي ادله عليهم. ايوه عندك انت، دي وجهه نظرك، يبقى قولها. وجهه نظر يا استاذي. اتفضل يا استاذ. دي ادله ومستندات وعند النائب العام. ممكن اتكلم؟ طيب ممكن هل انتوا يا استاذ محمد عيد في عصر المخلوع حولتوا الدوله المصريه الى دوله فاشله تحت شعارات القاتل؟ انا بسال السؤال، انت بتديني فرصه. ايوه ما انا هقول اهو انا عارف، انا سامع السؤال، ما دي المقدمه للاجابه. اتفضل. انا سامع السؤال. اتفضل يا استاذ محمد. في عصر المخلوع القاتل السارق مبارك لم يكن هناك دولة، كان هناك عصابة تحكم مصر اسمها عصابة الحزب الوطني. العصابة دي بشكل بسيط يعني مثلا لما تحصل حادثة زي حادثة عبارة الموت السلام، العبارة اللي كان اسمها السلام 98، ممدوح اسماعيل لأنه صاحب زكريا عزمي، ادي منطق العصابة اللي كانت بتدير، ده مش دولة، تتأجل رفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل لغاية لما يهرب لندن بره البلد وبعدين يطلب في المحكمة بعد ما يكون يهرب. دي اسمها عصابة مش دولة. اللي حصل دلوقتي، طب ودلوقتي انتوا هل النهارده مصر بقت دوله متقدمه؟ اللي حصل دلوقتي ان النظام اللي بيحكم الان هو امتداد لنظام مبارك مع تغيير الاشخاص. الاخوان مش كانوا في المعارضه ايام رئيس الخناقه بين الاخوان وبين نظام مبارك كانت خناقه على مين اللي يسوق العربيه، مش على خط السير. خط السير واحد. الخناقه على مين اللي يسرق، مش منع السرقه. الخناقه على بدل رجال اعمال احمد عز ما تسيطر على الاقتصاد وتسرق البلد، يبقى رجال خيرت الشاطر هي اللي تسرق البلد وتسيطر على الاقتصاد. طب ده معناه ان الثوره نجحت ولا ما نجحتش؟ معناه ان الثوره مستمره، ولذلك هتلاقي ان التظاهرات اللي بتخرج ضد الاخوان المسلمين بيدعوا اليها اللي دعوا. طب ما قدرتوش تسقطوا الاخوان ليه يا استاذ محمد لحد دلوقتي زي ما اسقطوا نظام مبارك في 18 يوم؟ ايه الفرق؟ الفرق واضح جدا بشكل محدد. نظام مبارك كان عبارة عن عصابة بتحكم، عبارة عن راس معلقة في الهواء بتستند فقط إلى جهاز أمني. يعني كل المصريين ضد مبارك، وعارفين إنه بيسرق، وعارفين إنه بيقتل، وعارفين إنه بيعذب المصريين، وعارفين إن ثروته موجودة قد كده في سويسرا، إلا إن خوفا من الجهاز الأمني اللي موجود يعني صعب خروج ثوره ضده. طب دلوقتي الجهاز الامني اعتقد بس انه نظام يعني مرسي، نظام عصابي يستند الى قاعده من تنظيم اسمه الاخوان المسلمين، وبالتالي الخناقه مع نظام مرسي او الثوره ضده هي ثوره ستاخذ وقت اطول من الثوره قد ايه تقريبا؟ نظام مبارك ما فيش محلل سياسي في العالم يقدر يقول الثوره تاخذ قد ايه. لا يعني مع هذا التنظيم اللي بتقول عليه تنظيم، انا شايف ان شرعيه نظام مرسي تتآكل واعتقد انه فقد شرعيته اصلا يعني، وشايف ان في رابط رئيسي بين نظام مبارك ونظام مرسي، ان زكريا عزمي وصفوت الشريف مثلا واحمد فتحي سلوك كلهم خرجوا دلوقتي موجودين، وموجود بره السجن خيرت الشاطر ومحمد بديع وكل قيادات جماعه الاخوان المسلمين. الاثنين ما يقدروش يمشوا في الشارع من غير حراسه، لان المصريين لو شافوا صفوت الشريف او زكريا عزمي او خيرت الشاطر او محمد بديع في الشارع هيضربوهم بالجزم، هيرفعوهم على كتافهم. زكريا عزمي ما يقدرش يمشي في الشارع هيضرب بالجزم، صفوت الشريف ما يقدرش يمشي في الشارع هيضرب بالجزم، احمد شفيق نفسه لما كان بيروح ينتخب اتضرب بالجزمه قدام اللجنه، لان المصريين مش متربي قرفوا من نظام مبارك وقرفوا من نظام مرسي، لان الاثنين سرقوا وقتلوا ونهبوا الشعب المصري. دكتور محمد بلال، نقط كتير قوي اثرها هو دي مشكله بتوع التحرير، ان هو بيقول 10 تهم في سطر واحد. طيب احنا معاك فرصه طبعا انك تعبر عن وجهه نظرك. انا هاخد كلامه بالترتيب حتى. حرب العراق بيقولوا ده سمح للسفن. اولا المصريين ما يعرفوش ان عبد الناصر في 56 تنازل عن قناه السويس كممر مائي واعتبره ممر مياه دوليه. قناه السويس مش ملكنا، احنا نملك الشركه وبنسبه كمان، ولا يملك اي رئيس انه يمنع اي سفن انها تعدي من خلاله. ومبارك عارف ان دي هتبقى ليها بعد سيكولوجي عند الشعب، وجمع لجنه الامن القومي قال لهم عايزين نمنعها، فقالوا ما نقدرش.
والراجل بحث هذا الموضوع. وبعدين انا عايز اسال سؤال، في حاجه بقى احنا كنا بنقول على موضوع التحرير ايه؟ ان هم مخلوعين. يعني احنا قلنا ان في حصان بيتحرك. كلام غلط. بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك بتقول ان مصر من حقها، بتقول ان الدوله صاحبه قناه السويس من حقها تمنع السفن في حاله الاعتداء عليها، وفي اتفاقيه دفاع عربي مشترك بتقول ان العراق في حاله الاعتداء عليها او الاعتداء على اي دول عربيه يعتبر اعتداء على مصر. كان يملك انت واخد قرار بجامعه الدول العربيه بضربها، انت واخد قرار بجامعه الدول العربيه، واخد قرار مجلس الامن، في قرار بمجلس الامن طلع ايوه باسترداد الكويت. مش انا بتكلم في 2003، انت مش هنا اصلا. عيب يا استاذ. بتكلم في احتلال العراق سنه 2003، في قرار بمجلس الامن بضرب العراق في 2003 يا استاذ محمد. يا جماعه انا عايزه العمليه تمت خارج مجلس الامن. اقول حاجه، انت بتقول كلام غلط خالص. اسلوب التحرير يا استاذي مش هينفع معايا. انت بتقول كلام غلط خالص يا استاذ، كلام انت مش فاهم اصلا. هو انا قلت حاجه؟ في سنه 2003 كان في قرار مجلس الامن، في قرار لما العراق بتكلم سنه 2003 مش يا ابني عايز اقول جمله. اتفضل قول جمله. استاذ محمد، في غزو عراقي حصل للكويت، ده في احنا لو سمحت اكلم جمله. انا ممكن تسمح لي انا بحكم ان انا موجوده في هذا المكان ادير الحوار ده؟ اتفضل. فممكن تسمح له يتكلم، وحضرتك عندك فرصه كامله جدا انك ترد على الكلام اللي هو بيقوله بعد اذنك. اوكي اتفضل. العراق احتلت الكويت، خدنا قرار من جامعه الدول العربيه وخدوا قرارات مجلس الامن قوات تروح للخليج عشان تحرر الكويت، واحنا نفسنا بعتنا قوات. القوات دي عدت من القناه امتى؟ مش عدت وهي عشان تتحرر الكويت. دكتور محمد هو يعني دلوقتي بيتكلم عن، يعني هو اثار نقط كتيره وقال ان في تشابه بين النظام السابق وبين النظام الحالي، وان هم واجهين لعمله واحده، ويعني ده اللي كان محور الكلام. وبعدين بيتكلم بعد كده على الغاز، غاز دولار وربع. اولا موضوع الغاز هم كلمتين ورد غطاها. بدا لما عملت عرفات مع رابين مع مبارك هنا بيعملوا اتفاق السلام، بعد ما خلصوا قالوا احنا عايزين استحقاقات سلام. عايزين ايه؟ عايزين غاز. الغاز كان عندنا في الوقت ده ما كانش له استخدام كتير، وكان عندنا انتاج كتير جدا. طيب في الوقت ده الفتنه بقى اللي بيرموها يقول ده كانت بتكلف مش عارف كام دولار وربع. اولا تكلفه سعر الغاز 70 دولار معروفه. اعلى سعر في هذا الوقت كان دولار وربع في اوروبا. فقالوا بالليل والله نكتب الاتفاقيه من 70 سنت لدولار وربع لغايه اللجنه ما تجتمع بتاعه التسويق وتشوف، وعندها 9 بنود بتشوفها ودول خبراء. بعد كده قتلوا رابين، راح مبارك عمل ايه؟ جمد الاتفاق. لما جم جددوه 2007 بعد اذن حضرتك عشان نكمل الموضوع. 2007 لما جم جددوه كان السعر كام؟ كان 3 الا ربع في اوروبا و3 في امريكا. طب ما احنا بعنا بدأ من 3 و4 ووصلنا بالكميات تتراجع كل 5 سنين طبقا للكميات، وصلنا لغايه 8. انا بايع باعلى سعر في العالم، وحرام حرام حرام الناس تترمي في السجون ويبقى المستندات في هيئه الرقابه الاداريه وعند هيئه الغاز ويمنعوها عن المحكمه لغايه الناس ما يتحكم عليها، وبعد ما يتحكم عليها يطلعوا الحقيقه. الحقيقه ما طلعتش الا بعد الناس ما اتحبست، وده عيب وحرام على الشعب المصري انه ساكت على ظلم الناس دي في السجون. النهارده في اعاده للمحاكمه، يعني احنا عايزين نتكلم بقى عن الوضع الحالي، يعني علشان ما نقعدش نرجع في التاريخ.